بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع القديس العظيم القديس أنبا برسوم العريان، والنهاردة عيده عشان كده هنتكلم عنه النهاردة. وهو صغير كبر في النعمة من صلاة أبوه وأمه ليه وتعليمه الصلاة والصوم. ولما كبر شوية توفى والده، وبعديها بسنة توفت والدته، وطمع خاله في مراسه، ما دخلش معاهم في خصومة عشان قال الدنيا باطل، الكل باطل، وسابهم وراح يتوحد في الدير لوحده. بعدين انطلق وراح الفسطاط خارج المدينة خالص عشان يعيش في مغارة فيها لوحده، ومش مهتم بالمخاطر اللي ممكن تحيط بيه إن كان في برد الشتاء أو في حر الصيف. وعاش 5 سنوات فيها في حالة النسك ومطنيات وصلاة طول الوقت مع ربنا. وكان لابس على حقويه منطقة من الجلد الماعز، عشان كده لقب بالعريان. وبعدين أرشده ربنا لكنيسة الأنبا مكاريوس بمصر القديم، وكان فيها مغارة عند الباب البحري سكن فيها، وهي موجودة لغاية دلوقتي في وقتنا الحاضر. ولما نزل المغارة دي لقى فيها تعبان كبير جدا، والناس منعوه انه يدخلها، لكن هو صمم وسكن فيها. وكانت اصلا الناس خايفة تروح اليها، لان خدام الكنيسة منعوه خافوا عليه، لكن هو صمم ورفع ايديه لربنا وصلى وقال: يا رب يسوع المسيح، يا خالق الكون، يلي اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، وانك انت اللي شفيت شعب اسرائيل لما لدغهم الحشرات ونجيتهم، والحيات ولدغتهم، لكن لما نظروا للحياة النحاسية شفوا على طول. وانك تقدر تديني القوة دي عشان اهزم بيها الوحش دوت. وفعلا رشم الصليب على نفسه وعلى الوحش، وانه صار الوحش ربنا نزع منه الطبيعة الوحشية، وصار معاه زي اطيب حيوان، اطيب من اي شيء. وصار ليه مرافق ليه 20 سنة كاملة عايش معاه في نفس المغارة. وريحة المسيح الزكية منه اللي بيتصرف بيها في كل افعاله خلت الناس التفت اليه وتيجي تاخد بركته وصلواته. وربنا ينفعنا بصلوات القديس الأنبا برسوم العريان. وبعدين ربنا وهبه السلطان لعمل معجزات للناس، وبركات صلواته ومعجزاته ترفع أي ضيق عننا. والمجد لله دائما أبديا أمين. وبشفاعة القديس الأنبا برسوم تكون معنا ومعاكم أمين. وما تنسوش تشتركوا معايا في قناة نور القديسين يفرح، ويا رب يفرح قلبكم بكل غالي يا رب أمين.